ورجعت لكم تاني بالحصري وعندي انا وبس. مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان الكبير محمد رمضان، والحلقة الأخيرة أحداثها اللي فاقت كل التوقعات وكل تخيلاتنا جميعا. الحلقة الأخيرة بتبدأ باحتفال شوقي بعد خروجه من السجن بحفلة كبيرة عملها في السيدة زينب، وشافها أهل المكان كله وهو بيتوعد بالانتقام جعفر العمدة وبيهدده بيقوله هتشوف مني أيام عمرك ما كنت تحلم بيها، وشوقي اللي راح شوقي حاجة تانية اللي موجود قدامك دلوقتي. وفعلا هينفذ كل اللي بيقوله لأنه راجع وبكل انتقام وبكل كراهية وحقد على جعفر العمدة. وجعفر العمدة هتفضل الأحلام ملازماه والكوابيس ملازماه، وهيقعد يفتكر كل الأحداث اللي مر بيها في حياته، وقد إيه هو متعذب وقد إيه هو تعبان بعد ما فقد ابنه، والتليفون اللي جاله وابنه فقده، وكمان مكالمة دلال ليه وهي في الشارع وبتقول له الناس اتهجمت عليا وضربوني لحد ما سقطوا الحمل بتاعي، الحقني يا جعفر. فبالتالي جعفر فقد 2 في يوم واحد، فقد ابنه اللي اتخطف وما يعرفش اذا كان حي ولا ميت، وكمان فقد حمل مراته دلال اللي كانت حامل في اول شهورها، وفقد الجنين، بالتالي فقد الاتنين. تعالوا كمان شوفوا احداث الحلقة الاخيرة واللي حصل مع فاطمة كانت متضايقة جدا من علاقة سيف وجعفر العمدة، وكانت خايفة يكتشف السر اللي كانت مخبياه عمرها كله عن سيف، انه بلال شامة قال لها ان جعفر العمدة هو والد سيف الحقيقي وان هو تم اختطافه منه. طبعا فاطمة كانت مرعوبة من فكرة ان سيف ممكن يسيبها بعد العمر ده كله، وبعد ما فانت حياتها كلها وكان كل دنيتها ابنها وابوها وجوزها وكل حياتها يسيبها في يوم من الايام. كانت بتحاول تقنعه دايما ان هو يبعد عن جعفر العمدة بكل الوسائل، بس للأسف مش معرفتش لحد ما أصيبت بأزمة قلبية حادة وماتت عليها، تعيط عليها وحزنها عليها كان كبير، وسيف هيفضل يعيط ويحضن خالته ويقول لها أمي ماتت وسابتني خالتي، ويقعد يعيط جدا جدا ويعيش حالة من الحزن الشديد. وفي الحلقة دي هتعترف نجلاء، هتعترف لسيف إنه جعفر العمدة هو والده الحقيقي، وانه فاطمة مش امه، وهو تم اختطافه وهو طفل صغير من ابوه في السيدة زينب. هيروح سيف يجري بالعربية بتاعته علشان يلحق جعفر العمدة علشان يعترف له ويقول له انا ابنك اللي كان ضاع منك زمان واللي خطفوه منك زمان، ويعترف له بكل حاجة. هيجري عليه وهو طبعا فرحان جدا جدا ان الشخص اللي كان بيحبه ومعتبره في مقام والده هو فعلا والده، وكان واخد جميع صفاته في كل تصرفاته، الرجولة والشهامة والكرم وكل حاجة. في اللحظة دي خالة سيف هتروح البيت علشان تعترف لأهل جعفر العمدة بأن سيف ابنه، هتقابلها دلال وما يكونش حد في البيت غير دلال، وفعلا دلال هتصدم من اللي هتسمعه وهتخاف وهتترعب، ومش هتقول لجعفر على أي حاجة من اللي حصلت، ولا هتقول له أن الست دي جات وقالت له أنه ابنه سيف وابنه عايش وفي المكان الموجود فيه. وطبعا أخدت العنوان من خالة سيف وراحت لسيف وقابلته واتكلمت معاه. بعد ما اتكلمت معاه واتصدمت لما شافته لقيته شاب ما شاء الله عليه، فهتخاف جدا جدا وتقلق على جعفر من الصدمة اللي هيتعرض لها او الكلام ده كله. في الجانب التاني بتحاول تضحك على جعفر وتنتقم منه. هتنتقم منه ليه؟ هتحاول تنتقم منه علشان هو وعدها بال40 مليون جنيه وهي ما ادتهوش حقه الشرعي، فهو بالتالي ما دفعش الفلوس لابوها، وابوها طبعا بعد الذل اللي بيتعرض له في السجن والاهانة وانه مسميينه خيشة هتحس بالنار بتاكل في قلبها من ناحية جعفر العمدة. وكل ما باباها يحكي لها حاجة بتتأثر جدا وتعيط جدا على باباها وصعبان عليها وتقول له أنا مش السبب في اللي انت فيه، وأنا مش قادرة أملك قلب جعفر ولا أحبه ولا أسلمه نفسي بالطريقة دي. هتفضل تعيط وهتزعل جدا جدا على اللي وصل له أبوها، وتقرر في نفسها إن هي عايزة تنتقم من جعفر العمدة بأي طريقة. هتنتقم منه إزاي؟ هتحاول تقرب له وتخليه يتعلق بيها علشان تجرحه وتعذبه في حبها زي ما هو معذبها في انه هو مش عايز يديها الفلوس غير لما تسلمه نفسها. وهي دي الحقيقة اللي كانت متخيلاها عايدة، ومتخيلة ان ده هو اللي هتقدر تعمله مع جعفر العمدة، بس للأسف هتطلب منه بعد ما تطلب منه ان هم يسافروا ويروحوا مع بعض لبنان ويقربوا من بعض بحجة ان هي هتاخده بره علشان تعرف تبعده عنهم. في اللحظة دي هيظهر بلال شامة ويروح للشخص الحقيقي اللي هو
خلاه وأجره يخطف ابن جعفر العمدة اللي هيفاجئنا جدا جدا كلنا، وهنتفاجئ مين اللي هو عمل كل المصايب دي. هتطلع مرات اخو سيد. مرات اخو سيد فعلا هي اللي عملت ده كله، وهي اللي خطفت ابن جعفر العمدة، لان هي كانت بتحب جعفر في البداية، وكمان جعفر ما حسش بحبها ده وجوزوها. فلوسي اما هفضح المستخبي. وطبعا خافت وداد وقررت ان هي تأجر ناس ان هم يموتوا بلال شام، وفعلا بتيجي عربيه سريعه بتخبط بلال شام. اخو جعفر ابوها بيعاتبها وبيقول لها انت عملتي كده ليه يا بنتي؟ دلوقتي اخوك هيعرف وجعفر هيعرف وهيقلب الدنيا. بتقول له انت السبب، حرمتنا وكنت بخيله علينا وجوزتني لاخو جعفر مع انكم كنتوا عارفين ان انا بحب جعفر. وهنا كمان فهيم هيعرف هيضرب اخته ويقول لها ايه اللي عملتيه ده؟ احنا ما شفناش حاجه وحشه ابدا من جعفر، حن علينا اكتر من ابونا، ده جزاته. ويفضل يعيط ويحزن على اللي عملته اخته في جعفر، وان هي السبب في عدم خلفة جعفر ولاد لحد دلوقتي. خطفت ابنه وجابت ستات ضربوا دلال وسقطوها. كل الحاجات دي هتشوفوها في الحلقة الأخيرة. وآخر حاجة ممكن تشوفوها في الحلقة الأخيرة اللي هتصدمكم في الانتقام. كل ده هنشوفه، بس بعد ما احكي لكم كمان ردة فعل سيد اخو جعفر. اول ما يعرف يفضل يعيط ويقول انا هعمل ايه؟ اخويا هيعرف اني انا السبب ومش هيصدق ان مراتي عملت ده من ورايا، وياخد القرار انه يطلقها. هيروح لمامته وصفصف ويحكي لها ويقول لها يا صفصف ده حصل وحصل، اني مراتي هي السبب، هي اللي خطفت. تفضل تلطم على وشها وتصوت ومش مصدقه نفسها وخايفه الولاد او في بعض ويعملوا مشاكل. في اللحظه دي شوقي هيبدأ انتقامه من جعفر العمدة، وهيبدأ يجيب ناس ويأجرهم علشان ينتقم من جعفر العمدة، وهينتقم منه بأنه هو يخطف أخته اللي هي دلال ونرجس مرات جعفر العمدة وصفصف أمه عليه، او بمعنى صح يفتكروه ان هو مات. وبعدها بيروحوا يقول لصفصف ان ابنك خلاص مات. وطبعا اول ما بتسمع كده دلال بتبقى مظلومه جدا وتبقى منهاره من بكره، وخصوصا ان هي بتحب جعفر قوي. بعدها بيحتفل شوقي بالانتصار وبيقول ان انا خلاص دلوقتي بقيت الكبير. وطبعا بيخطف اخته دلال وبيخطف نرجس وكمان صفصف، وطبعا بيقعد يهددهم ويذلهم وبيقول ان انا لازم اذلكوا زي ما ذلت اهلي كمان. وطبعا كريم بيبقى فرحان خالص وبيقول ان دلوقتي مفيش اي كبير غير المعلم شوقي والمعلم كريم، وان احنا كبارات البلد. نعيم بيقدر ينقذ جعفر من الموت، وطبعا بياخدوا الحته الامام وبيقولوا ان اهلك دلوقتي تحت رحمه شوقي. طبعا لما بيعرف كده بيرجع الحاره تاني ويقرر ان هو ينتقم من شوقي ويفضل يضرب فيه. ويعرف كمان ان دلال هي كمان جايه زمان. وطبعا دلال اول ما بتعرف ان جعفر عرف كل حاجه قررت ان هي تموت نفسها او تسمم نفسها، بس جعفر بيلحقها على اخر لحظه. بعدها بيتجمع بالعيله بتاعته، بيقول اللي عايز يكمل معايا يكمل بس مفيش خلفه. فطبعا الكل بيوافق وبيكمل، والعيله ترجع سعيده ويقرر ان الكل يخلف منه. ويرجع هو جعفر العمدة وعيلته وابنه وتوته توته. فرغت الحدوته دي. كانت توقعاتنا للحلقة الأخيرة. لو كنتم متوقعين زينا اكتبوا لنا في الكومنتات، واتمنى منكم لايك وشير واشتراك في القناة.